هل ممكن شخص بعد ما يموت وقلبه يقف وكمان الدكاترة تتبرع بأعضائه لناس تانية محتاجاها، الشخص ده يرجع للحياة تاني ويعيش ولا كأن حاجة حصلت؟ يعني هل ده ممكن يحصل؟ في قصة كده منتشرة في العراق حاليا عن شخص شاب وهو راجع لبيته كده في يوم من الأيام، العربية بتاعته عملت حادثة وولعت وهو شبه جسمه اتحرق بنسبة 90% كده، كان اتحرق. فطبعا راح على المستشفى. هناك في المستشفى بسبب ان هو كان عنده اصابات وجروح وحروق بالغة جدا كبيرة جدا، فكان صعب ان هم يلحقوه. بس هم حاولوا بكل الطرق، بس عرفوا انه خلاص ان هو كده مصيره هيموت، يعني هي كلها كام ساعة والشخص ده هيموت. ساعتها اهله واصحابه تقبلوا حاجة زي كده وتقبلوا بالقدر وان ده عمره. فالدكاترة اقترحت عليهم، قالت لهم هو شخص ميت، يعتبر مات، ولكن الأجهزة اللي هو محطوط عليها هي اللي معيشاه. فهل أول ما يموت انتم موافقين ان انتوا تتبرعوا بأعضائه لناس تانية محتاجاها؟ فساعتها الأهل وصحابه القريبين وافقوا، قالوا ما هو ناس تانية تحتاجها وده تبرع فمش حرام يعني. فساعتها المستشفى أخذت الموافقة الإمضاء وكله تمام، وراحوا اول ما الشخص ده توفى مات، قلبه وقف خلاص انتهى، ابتدوا ان هم يفتحوا وياخدوا اعضائه اللي هم محتاجينها يدوها لناس تانية محتاجة الاعضاء دي. بس مفيش كام ساعة كده من بعد ما تم اخذ اعضاء الشخص ده، كام ساعة كده، ولو فجأة قلبه رجع اشتغل تاني، والشخص ده فجأة قام وصحي، مش اللي هو لسه مثلا بيفتح عينه ولسه بيقوم كده يشوف الكلام على ايه، لا ده قام على طول، وكمان قام من على السرير وفضل يلف دواير كده في اوضته، والكاميرا مصوراه وهو بيعمل كده. فطبعا اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه يا ابني ازاي انت فاضي من جوه؟ ازاي؟ فساعتها طبعا كانت معجزة، دي معجزة. فاتكتب بقى مقالات عنه تحت اسم العائد من الموت، العائد من الجحيم، وساعتها طبعا اتحط في المستشفى تحت ملاحظة 24 ساعة، ديت معجزة. فالدكاترة لازم تتابعها والممرضين لازم يتابعوها ويعرفوا ازاي ده حصل اصلا. ده غير ان هو اكيد كبني ادم يعني لسه راجع من الموت، اكيد محتاج ملاحظة شديدة جدا ورعاية كبيرة. فالدكاترة اصلا عجزت عن ان هم ازاي يفسروا حاجة زي كده، بس هم متخيلين ان هم لو حطوه تحت مراقبة كده حبة حلوين هيعرفوا يعني. المهم بعدها بكام يوم بسيط جدا من بعد ما اعضاؤه تم بالفعل التبرع بيها، وفي ناس كتير كانت محتاجة الحاجات ديت واخدوها، فيها بكام يوم من لما تم اجراء العمليات ديت واتحطت في قلب اجسام الناس اللي هم اللي اخدوها، اللي استلموها يعني من المستشفى، نيجي عند الشخص اللي اخد الكلية الشمال، ويكتشفوا ان الشخص ده بعد ما رجع بيته بيومين كده لقوه مقتول في شقته وعليه علامات حروق غريبة، او زي ما كنت قتل وبعد كده اتحرق، بس اتحرق اللي هو نص حرق، نص الشوا، ما اتحرقش كامل، اللي هو ملامحه لسه باينه بس واضح ان في علامات حروق في جسمه، ولقوه مقتول في شقته. طبعا الشخص ده عايش لوحده. فالجيران لما ابتدت تشم الريحه هي اللي اشتكت، فالبوليس لما جه شاف لقى الشخص مقتول، فعرفوا ان هو مقتول ميعاد الوفاه بعد العمليه بيومين بالظبط. فابتدوا يراجعوا على الكاميرات اللي محطوطه قدام باب شقته، يشوفوا مين بالظبط اللي دخله. كاميرا جايبه مفيش حد دخل خالص، هو اللي دخل، مفيش اي حد غريب دخل. طب الكاميرات اللي بتجيب الواجهه بتاعت الشبابيك، البلكونه بتاعت شقته، مش جايبه اي حد خالص. الله، امال الهوا اللي دخل قتله يعني؟ ما في حاجه غلط. فساعتها لما جيهم يكشفوا على البصمات، ياخدوا الجثه يشرحوها يكشفوا على البصمات، ما فيهاش اي حاجه، ما فيش اي بصمات، ما فيش اي بصمات لبني ادم على جثته. اللي هو ده اكيد الشخص اللي قتله شخص حريف جدا، شخص يعني قتال قتله بقاله 100 سنه ان هو قدر يعمل جريمه كامله متكامله كده، مفيش اي بصمات له، مفيش اي حاجه تتاخد عليه. فساعتها الشرطه جت في بالهم حته الراجل اللي هو العائد من الموت ده، فكلموا المستشفى، هو فلان الفلاني لسه عندكم؟ فالدكاتره والممرضين قالوا له ده تحت مراقبتنا اصلا 24 ساعه وما اتحركش اساسا، وفي الوقت اللي الشخص ده اتقتل فيه هو كان موجود في المستشفى ما اتحركش. فساعتها البوليس بعد الشبهات عن الشخص ده. المهم الممرضة اللي كانت بتتابع حالة الشخص اللي هو العائد من النوم الموت، تعالوا نديله اسم عشان انا ابتديت اتلخبط. ممكن نسميه
هو طبعا اسمه يعني بلاش نقول اسمه الحقيقي، وكده كده اسمه الحقيقي معروف، بس يعني فاكس ممكن نقول اسمه مثلا سامح مثلا يعني. سامح اوكي. والممرضة اللي كانت بتتابعه عشان هي ليها دور كبير، ممكن نسميها مثلا سماح مثلا، الممرضة سماح. فالممرضة سماح اللي كانت بتتابع سامح، هو اصلا من ساعة ما رجع تاني من الموت وهو ما نطقش كلمه واحده، هو عمال بس ايه يبص لهم كده كده يمين وشمال، وكل شويه يقوم يتحرك ويقعد يلف دوائر، بعد كده يرجع سريره تاني بس مش بيتكلم. فبعد ما اكتشفوا ان الشخص اللي هو اخد كلية الشمال ده مات، وطبعا المفروض ان سامح ما عندوش اخبار، ما عندوش تلفزيون، ما عندوش اي حاجه يعني. فالممرضه كانت داخله عليه الاوضه بتغير له على الجرح، تديله الاكل ايا كان. فراح بص للممرضه كده نظره كلها خبث كده ايه وقله ادب، وراح قال لها ابقي قولي لعيلة فلان الفلاني البقاء لله، اللي هو الشخص اللي مات يعني. فالممرضة راحت بصت له كده وقالت له ايه ده، هو انت عرفت منين ان هو مات، هو حد قالك؟ فراح سامح راح بصلها نفس النظرة اللي هي الخبيثة دي، وبعد كده راح رجع بص قدامه تاني وما اتكلمش، اللي هو زي ما يكون ايه، انا عارف اللي انتوا عملتوه فيا يا ولاد التيت، وبصوا يعني ايه اللي جاي وحش. المهم فالممرضة طبعا ما حطتش في دماغها، معلش يعني اكيد مش هيجي في دماغها، ده قاعد قدامهم 24 ساعة، اكيد ما امشي يعني وراح قتل الشخص ده. فقالت ايه اكيد في ممرض، ما هو هي مش هي الممرضة الوحيدة اللي مسؤولة عنه يعني، اكيد في ممرض تاني دخل وقال له حكى معاه، فهو بيستعبط عليها او بيستظرف معاه يعني، وما حطتش في دماغها ورجعت يتابعوه تاني. وطبعا الاخبار والصحافة ويا لهوي البلد مقلوبة، كله عايز يدخله طبعا، بس دكاتره وممرضين مانعين حاجه زي كده، بيقولوا ان حالته ما تستحملش. المهم طبعا حتى اهله كانوا عايزين يزوروه بس ما عرفوش. المهم يعدي كام يوم، في التاني في التالت في الرابع، نيجي لليوم الرابع ويجي للبوليس بلاغ من أسرة شخص تاني اللي هو اللي أخد من أعضاء سامح، بيقولوا ان هما دخلوا لقوه مقتول في اوضته، وده بقى شخص عايش مع اسرته، التاني كان عايش لوحده، ده عايش مع اسرته. وممكن نقول مثلا عشان ما نتلخبطش، اول واحد مات اللي هو خد الكلية الشمال ده الشخص مقتول رقم 1، وده اللي احنا هنتكلم عنه مقتول رقم 2. فالمقتول رقم 2 ده كان واخد ايه من سامح؟ كان واخد البنكرياس. ايه ده احيه يعني سامح عايش من غير بنكرياس؟ هو مش عايش من غير اي حاجه تقريبا، حاجه الوحيده اللي موجوده جوه هو القلب والرئتين. فالشخص اللي هو المقتول رقم 2 اهله، هو عايش مع اهله، هو شاب وعايش مع اهله، فابوه وامه واخواته لقوه مقتول في اوضته. فطبعا بلغوا البوليس، لما البوليس جه لقوا ان الشخص ده مقتول بنفس الطريقه، اللي هو مقتول على جسمه علامات حروق، اللي هو اتقتل وبعد كده اتحرق نص شوى، بحيث ان هو لما يتحرق يبقى ملامحه لسه موجوده، اللي هو على جسمه علامات الحرق كلها. فانتوا ابنكم ازاي مات وانتوا قاعدين في البيت؟ والله احنا كنا سايبينه في اوضته عادي زي الفل، كان طبيعي مفيش حاجه، مفيش نص ساعه دخلنا لقيناه كده. هو القاتل هيكون لحق يقتله في نص ساعه. المهم يراجعوا كل حاجة، مفيش بصمات، الكاميرات مش مبينة اي حاجة، باين ان الشقة مفيش حد دخلها، الشبابيك كانت مقفولة، باين ان مفيش حد دخل الشبابيك. يحققوا مع اللي هو الاب والام والعيال اللي هم اخواته، ايه اللي حصل؟ طب انتوا اللي قتلتوه، انتوا اللي عملتوا فيه كده؟ طبعا كان هما المشتبهين رقم 1، ولكن البوليس ما قدرش يوصل لاي حاجة. بس من هنا بقى البوليس شك في سامح. ازاي هو قاعد في اوضته، الكاميرات في الاوضه مراقباه 24 ساعه انه مش بيتحرك من سريره؟ ماشي، ما ممكن ما يكونش هو اللي بيعمل كده، اكيد في ناس تبعه، اصل اشمعنى يعني الاتنين اللي اتقتلوا هم الاشخاص اللي اخدوا اعضائه وماتوا بنفس الطريقه بنفس الاسلوب بنفس كل حاجه؟ اكيد هو ليه علاقه سواء مباشره او غير مباشره. وفي نفس الوقت ده الممرضة سماح حصل معها نفس الموقف، لما دخلت لسامح راح بصلها نفس النظرة اللي هي الشمال دي، وراح قال لها قولي لعيلة اللي هو مقتول رقم 2 البقاء لله. وبعد كده رجعت، هو ما كانش بيقول يعني، دي الجملة الوحيدة تقريبا اللي كان بيقولها، هو ما كانش بيتكلم اصلا. كل ما الممرضة سماح تدخل عليه بعد حالة القتل يقول لها حاجة زي كده، فهي كمان ابتدت تتوغوش كده، فراحت تتكلم مع بقيه الممرضين اللي بيتابعوا حالته. راحت قالت لهم هو في حد بيقول له ان الاشخاص دي بتموت؟ هو اصلا منعزل عن العالم، بيعرف الاخبار دي ازاي؟ فقولها لا احنا ما قلناش حاجه اصلا يعني. فساعتها راحت الممرضه سماح حكت للبوليس اللي حصل 1 و2.
فالبوليس من هنا تأكد ان الشخص ده ليه علاقة. بس لما سأل الأطباء والممرضين مين بيزوره، قالوا له محدش بيزوره خلاص، احنا مانعين عنه الزيارة. طب بيعرف منين ايه اللي بيحصل؟ ساعتها البوليس طلب من الدكاترة ان هم يدخلوا يحققوا معاه، يدخلوا يحققوا مع سامح. فالدكاترة قالت لهم مش هتستفادوا حاجة لان هو لسه غير قادر على الكلام. بس ضابط الشرطة اللي كان مسؤول عن القضية ديت أصر بان هو يدخل ويتكلم مع سامح، واصر ان هو يدخل الاول لوحده، يعني اللي هو ايه، فاهم، عشان الولد ما يتخضش يعني. ودخل، وبقيت الطاقم استنوه بره، وقال لهم انا هدخل كده ايه 10 دقايق وطلع لكم. المهم تعدي دقيقة، في التانية، في التالتة، يعدي 10 دقايق، ربع ساعة، مفيش صوت. فبقيت البوليس بره ابتدى يقلق، فبيرنوا على الضابط، سامعين صوت الموبايل جوه بس مفيش رد. فساعتها راحوا دخلوا عليهم، فمجرد ما دخلوا عليهم لقوا ايه بقى؟ اولا لقوا سامح مش موجود، هرب رغم ان هو كان موجود والضابط جوه. ثانيا لقوا الضابط مقتول في الأوضة بنفس الطريقة اللي اتقتل بيها مقتول رقم 1، مقتول رقم 2، بنفس الطريقة، عليه نفس علامات الحروق. وسامح مش موجود، اختفى، على الرغم من ان شباك الأوضة بتاعته مقفول ومتبرشم. يعني هيكون خرج ازاي؟ ومن هنا بقى، من ساعة ما سامح ده اختفى وفي سلسلة من القتل ابتدت تظهر. كل الناس اللي اخدت اعضاء سامح كلهم اتقتلوا بالترتيب العمليات. يعني اول واحد كان عامل عملية واخد الكلية الشمال مات، بعدها البنكرياس، بعدها مش عارف مين، بعدها مش عارف مين. كانوا عبارة عن 5 اشخاص، ال5 ماتوا بنفس الطريقة. وكل ما البوليس يحاول ان هو يلحق الضحية اللي بعديها اللي مش عارف ايه، ماتوا ملحقوش يلحقوهم. مش بس كده، بعد ما الناس دي ماتت ابتدت جرائم القتل تدخل على اهل سامح واصحابه اللي مضوا على العقد اللي اتفقوا فيه بالتبرع باعضائه بعد وفاة سامح. ساعتها ابتدوا هم كمان يموتوا واحد ورا التاني بنفس الطريقة. فساعتها ضابط الشرطة التاني اللي هو تولى بقى القضية بعد ما الاولاني ده مات، فابتدى يشوف ترتيب الجرائم بتحصل ازاي. يعني هو مثلا في الضحايا اللي هم اخدوا الاعضاء بتاعته موتهم بترتيب العمليات، طب الاهالي والصحاب بيموتهم بأني طريقة بالظبط؟ اكتشف ان هم بيموتوا بالطريقة اللي هو اول واحد وافق على ان هو يتبرع باعضاء سامح، هو ده اول واحد مات، تاني واحد وافق، تالت واحد وافق، وهكذا. هم كانوا عددهم 6، ابوه وامه واخوه الكبير، هو ليه اخ صغير بس كان صغير يعني فما اتكلمش، و3 من صحابه، 6 بالظبط. اول ناس اتقتلت هم ال3 صحابه، يعني هم صحابه المقربين اللي هم اول ناس وافقوا على حاجه زي كده. وبعد كده طبعا ابتدى ان هو يدخل على الاهل، وكان اول حد وافق اخوه الكبير، وبالفعل البوليس ما لحقهوش وقتل اخوه الكبير. فطبعا انت قدامك قضيه انت عارف مين القاتل فيها. القاتل هنا سامح بمنتهى احنا مش عارفين هو بيعملها ازاي، بس هو اللي بيقتل ازاي الله اعلم، بس هو اللي بيقتل. فدلوقتي احنا مش عارفين نلاحق عليه، كل ما البوليس يحرجم على حد بيموت. فساعتها هم حطوا حراسة شديدة جدا على الام وعلى الاب، دول اخر 2. وطبعا من الواضح ان سامح هيموتهم، هو ولا فارق معاه اصحاب ولا اخ ولا ايا كان. فحطوا حراسة شديدة جدا على الاب والام، وقفل عليهم الابواب والشبابيك وكل حاجة، كل حاجة كانت مقفولة، اللي هو المستحيل حد يدخل. ولكن فجأة كده الولد الصغير هو اخوه الصغير، البوليس سمعه وهو عمال يصرخ. ففجأة البوليس كله طلع في ايه لقوا الام حضنة ابنها الصغير وابوهم مقتول في الأوضة بنفس الطريقة. فالبوليس هنا بيسأل الام ازاي دخلكوا ازاي؟ فالام قالت انا ما شفتوش، انا كنت واقفة في المطبخ فجأة لقيت ابني بيصرخ، طلعت لقيت حصل كده. فبيسألوا الولد الصغير شفت حاجة؟ فقال لهم لا انا ما شفتش، انا فجأة لقيت بابا كده. ازاي يعني هيكون بيقتلهم ازاي؟ هو هوا بيعبر عن طريق الهوا. فساعتها طبعا هم ما كانوش عارفين خلاص فاضل الام، هينقذوا الام ازاي؟ البوليس عجز. ساعتها بقى واخيرا الام قررت تعترف بحاجة نتنة هي عملتها. الام خلي بالكوا كانت اخر واحدة وافقت
على ان ابنها اعضائه يتم التبرع بيها، عشان كده هي اخر واحدة في الليستة. يا معلم، الام لما حست انه مفيش مجال وخافت جدا على ابنها الصغير اللي هو اخر حيلتها بقى، راحت ساعتها للبوليس واعترفت، قالت انا لما ابني عمل الحادثة واتحرق ودخل المستشفى والدكاتره قالوا لي ان هو خلاص كلها ساعات ويموت، ساعتها انا ما قدرتش اني ابني يموت مني، انا كنت بحبه جدا، ده ابني الوسطاني. فانا كنت سمعت عن واحده جارتي حصل لها نفس الحوار وابنها كان خلاص بين الحياة والموت وقدرت ترجعه تاني وعايش معاها وسطها. فساعتها انا عرفت بان هي راحت لفلان الفلاني، ومن هناك هو قال لي على كذا خطوة المفروض اعمله، ومن خلال الخطوات ديت وان انا امضي على ورقة معينة ساعتها هو هيرجع لي ابني تاني. كنت فاكرة ان ابني هيرجع عادي اللي هو ابني سامح اللي انا اعرفه، بس هو رجع مش سامح، رجع حد تاني، رجع شخص تاني انا معرفش هو مين ده. فساعتها ضابط الشرطة لما فهم كلام الام بالظبط، هي الام بتقول كلام مشفر كده، لوحة الفلاني الفلاني فلان الفلاني ده طلع دجال وبيتعامل مع اعوذ بالله يعني استغفر الله العظيم مع الشياطين. فمن هنا ضابط الشرطة عارف ان الام وافقت او العقد اللي هي مضته ديت بان هي ترجع، ان الشيطان يرجع لها ابنها تاني، ولكن طبعا بيبقى فيه مقابل، والمقابل هنا هي الارواح اللي عماله تتقتل، سواء اللي اخدوا الاعضاء او اللي مضوا على ان هم يتبرعوا بالاعضاء، اللي هي الناس اللي عماله تموت يعني. فظابط الشرطه بيقول لها بدل انت مضيتي، يعني بدل انت عملتي حاجه زي كده مضيتي ليه بالموافقه ان يتم التبرع باعضاء ابنك؟ قالت له علشان انا افتكرت اللي انا عملته ده اي كلام، انا فضلت قاعده مستنيه ولكن اكتشفت ان ابني ميت فقلت خلاص، فعشان كده وافقت. ده غير ان لما لقيت صحابه وابوه كله موافق فحسيت انه خلاص الموضوع انتهى، قلت مادام هو كده كده ميت فنعمل حاجه لله يعني، فعشان كده وافقت ان ابنها يتم التبرع بيه. طيب البوليس كده قدام، هو دلوقتي القاتل هنا مش بني ادم، القاتل هنا كائن مظلم دخل في جسم سامح لما رجع تاني للحياة. فده نتخلص منه ازاي؟ ضابط الشرطة استعان بالشيوخ، اللي هو بقى حاجة دي حاجة بقى تفوق قدراته يعني، فاستعان بالشيوخ وتناقش معاه. في شيخ من الشيوخ قالوا عرفوا بالظبط نوع الكائن اللي موجود داخل سامح، قالك ده كائن مظلم، كائن يعني نوع من انواع الشياطين بيعيش في الجحيم، هو اللي رجع في جسم سامح تاني وهو اللي بيقتل الناس دي كنوع من انواع ان هو يحصد الارواح. طيب عرفت منين يا عم الحاج؟ قالك علشان هو ده الكائن او نوع من الشياطين ده هو اللي بيقتل بالاسلوب ده، اللي هو بيسيب علامات حروق على جسم الضحايا لانه اصلا جسمه مصنوع من النار، وهي دي طريقة موته، انه يقتل وبعد كده يحرقهم، يعني هو دي طريقة موته. فعشان كده الشيخ عارف بالظبط هو امام اني مخلوق. طيب اشمعنى بينقي الناس ديت؟ قال لان سامح ما بيكونش مات 100%، يعني سامح بيكون مازال موجود في جسمه نص او جزء بسيط جدا من وعي ومازال موجود، والجزء التاني بيبقى وعي الشيطان استغفر الله العظيم او اللي هو الكائن المظلم ده. فساعتها وعي سامح الضئيل جدا اللي متبقي زي ما يكون حاسس بالغدر اللي حصل له، اللي هو انتم اساسا عرفتوا منين انتوا وافقتوا ان انتوا تتبرعوا باعضائي قبل ما انا اموت؟ ان سامح لما كان بيقتل الضحايا دول محدش كان بيشوفه ده، لان هو يعتبر كائن هو مش بني ادم دلوقتي، هو شبه بني ادم ولكن في نفس الوقت هو كائن مش مرئي، فيقدر ان هو يدخل اي حته ويعمل اللي هو عايزه. طيب ضابط الشرطه بيسال الشيخ نقدر ان احنا نتخلص من الكائن ده ازاي؟ قال له ان احنا هنرسم زي شكل كده تمام، وهنقرأ آيات قرآنية كتير قوي وهنحط ملح بطريقتهم الخاصة، يعني هيعملوا زي دايرة على مكان وجود الأم بحيث ان الكائن ده لما يدخل ما يعرفش يخرج تاني، وساعتها احنا نبقى موجودين مع الأم ولكن مستخبيين بحيث ان هو لما يجي عشان يقتلها، لان هي دي تعتبر الطعم دلوقتي، احنا مش هنعرف نقبض على سامح فهي الطعم الوحيد، هي اخر ضحية، فلما يجي عشان يحاول يقتلها احنا ساعتها هو مش هيقدر يخرج تاني، وساعتها احنا هنقرأ عليه الآيات القرآنية
فهنقدر ان احنا نتخلص. بالفعل عملوا كده بنفس الطريقة اللي الشيخ قالها، وبالفعل زي المتوقع سامح جه عشان يقتل الام، بس بمجرد ما وصلوا ابتدوا يشغلوا قرآن ويقرأوا آيات قرآنية، مش شيخ واحد كذا شيخ. ولما جه يحاول يهرب معرفش يهرب تاني، هم حبسوه في المكان ده، وساعتها الام هربت بسرعة. فطبعا الموضوع كان صعب جدا، كائن زي ده عنده قوة مهولة مش صعب التخلص منه، ولكن في النهاية الحمد لله قدروا يتخلصوا من الكائن ده. وبمجرد ما خروج الكائن ده من جسم سامح، طبعا سامح رجع تاني روح مات بقى، هو كده كان ميت، وجسمه اتدفن بطريقة لائقة، دفنوه. وطبعا يعني القصة كده تكون انتهت. كنا نتمنى نكتشف حاجة زي كده قبل ما عدد الناس دي كلها تموت وهم ملهمش اي ذنب. دي غلطة الام اللي هي في الاخر هي الوحيدة اللي عاشت تقريبا. بس طبعا لما حد بيعمل حاجة زي كده يا جماعة دي تبقى تحت بند الكفر، خلاص هي كده كفرت بان هي تستعين بوسائل تانية او تستعين بالله. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبكده تكون قصة النهاردة انتهت، اتمنى تكون عجبتكم. طبعا السؤال الاهم، هل القصة حقيقية ام خيالية؟ الفكرة انا حكيتها في اول القصة، اللي هو الشخص العراقي اللي بعد ما اتبرعوا باعضائه رجع تاني لقيد الحياة. دي انا قرأت الخبر ده بالفعل، وبنسبة كبيرة قوي هو خبر حقيقي، بس انا فعلا معرفش ازاي. تمام، ولكن انا اخدت الخبر والفت منه القصه الخياليه دي، بس هي تعتبر مش قصه خياليه، هي مستوحاه من قصص كتير قوي حقيقيه بتحصل بالفعل. للاسف في ناس كتير بيكونوا مسلمين بيلجأوا للطرق اللي هي تعتبر طرق كفر، بيكونوا كفروا خالص يعني. فهي قصه خياليه ولكن مستوحاه من حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا. وبس كده يا جماعه، دي قصه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. وطبعا ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام وعلى تيك توك لو حابين يعني، وتفعلوا الجرس هنا على اليوتيوب عشان انزل قصه جديده توصلكم. بس كده، باي باي.